تخيل كده انك عايش في بيتك، المكان اللي المفروض يكون أأمن مكان ليك في الدنيا. بتنام على سريرك وبتاكل على سفرتك وبتتحرك في اوضتك، وانت مش عارف ان تحت رجليك، تحت البلاط اللي بتدوس عليه كل يوم، في سر مدفون. تخيل ان الشخص اللي بينام جنبك على نفس المخدة اللي بتشاركه حياتك وتفاصيل يومك هو نفسه الشخص اللي خطط ورسم ونفذ نهايتك. ومش بس كده، ده قرر يخليك جزء من أساس الأوضة حرفيا. قصتنا النهاردة مش مجرد جريمة عادية، لأ، دي قصة عن أبشع أنواع الغدر. الغدر لما يجي من الزوجة اللي المفروض تكون السكن، ومن ابن العم اللي المفروض يكون السند. إزاي زوجة قدرت تعيش شهور كاملة في أوضة نومها وهي عارفة إن جوزها مدفون تحت السرير؟ إزاي قدرت تمثل دور الزوجة المكلومة اللي بتدور على جوزها المختفي وهي اللي حطت عليه الخرسانة بإيديها؟ تعالوا نرجع بالزمن لمايو 2024 في قرية هادية في كفر الدوار بالبحيرة، عشان نكشف الستار عن واحدة من أغرب القضايا اللي حصلت في مصر الفترة الأخيرة. قضية الحاج عيد اللي اختفى فجأة وظهرت حقيقته في مكان محدش كان يتوقعه. ركزوا كويس في كل تفصيلة، لأن الشيطان نفسه وقف يتعلم في القصة دي. الحكاية بتبدأ في قرية بسيطة في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة. قرية زي أي قرية مصرية أصيلة، الناس عارفة بعضها والحياة فيها بتمشي برتم هادي وبسيط. الحاج عيد راجل عنده 62 سنة، موظف متقاعد، يعني أفنى عمره في الشغل والتعب. كان كل أمله في الحياة إنه يعيش السنين اللي باقية في هدوء وراحة بال وسط أهله. الحاج عيد كان معروف عنه إن راجل في حاله ملوش المشاكل، بيحب بيته وبيحب الستر. وكان عايش معاه في البيت زوجته الحاجة هنية، عندها 48 سنة، ربة منزل. الظاهر قدام الناس إنهم أسرة عادية جدا، زوجين عايشين حياتهم، يمكن في خلافات عادية زي أي بيت، لكن مفيش حد كان يتخيل إن الشر ممكن يكون معشش في البيت ده للدرجة دي. وفي الصورة كمان شخص تالت مهم جدا، فايز، 54 سنة. فايز ده مش غريب، ده يبقى ابن عم الحاج عيد، بيشتغل سواق. وبحكم القرابة فايز كان بيدخل وبيخرج على البيت بحرية، مفيش حواجز، ده مننا وعلينا زي ما بيقولوا. يوم 14 مايو 2024 ده كان التاريخ الفاصل. في اليوم ده الحاج عيد خرج من بيته ومرجعش تاني. الأيام بتمر يوم ورا التاني والحاج عيد ملوش أي أثر. تليفونه مقفول، محدش شافه في القهوة اللي بيقعد عليها، محدش لمحه في السوق. اختفاء تام ومريب لراجل في سنه ده. المفاجأة هنا إن البلاغ الرسمي عن اختفاء الحاج عيد ما اتعملش في نفس اليوم ولا تاني يوم حتى، لأ، البلاغ اتقدم للشرطة في شهر يونيو 2024، يعني بعد حوالي أسبوعين أو 3 من الاختفاء الفعلي. واللي قدم البلاغ ده هو بنته راحت لاسم الشرطة وهي مرعوبة على أبوها، وقالت إن أبويا خرج من يوم 14 مايو ومرجعش لحد دلوقتي، وإحنا مش عارفين نوصل له. في اللحظة دي الشرطة اتعاملت مع البلاغ بشكل روتيني جدا، كأي بلاغ تغيب. راجل مسن ممكن يكون تاه، أو ممكن يكون حصل له ظرف صحي في مكان بعيد، أو ممكن يكون زعل وساب البيت. ما كانش فيه أي شبهة جنائية واضحة في الأول، خصوصا إن الزوجة هنية كانت بتمثل دور الضحية ببراعة. كانت بتبكي وبتدعي إنها مش عارفة جوزها راح فين، لكن كان في حاجة مش مظبوطة، حاجة خلت ضباط المباحث في مديرية أمن البحيرة يحسوا إن دي مش مجرد حالة اختفاء عادية. إيه اللي يخلي راجل في السن ده يسيب بيته فجأة؟ وليه التأخير ده كله في البلاغ عن غيابه؟
بدأت فرق البحث الجنائي تشتغل الشغل المعتاد: سؤال الجيران، فحص علاقات المجني عليه، ومراجعة كاميرات المراقبة في محيط القرية، والأهم تتبع المكالمات التليفونية. وهنا بدأت الخيوط تتكشف. التحريات الأولية بينت إن في تناقضات غريبة جدا في أقوال الزوجة. لما كانوا بيسألوها عن تفاصيل يوم الاختفاء كانت بتحكي حكايات مش راكبة على بعضها. مرة تقول خرج الصبح، ومرة تقول خرج العصر، ومرة تقول كان لابس كذا، ومرة تقول حاجة تانية خالص. التوتر كان باين عليها جدا، بس كانت بتحاول تداريه بدموع التماسيح. لكن المفاجأة الحقيقية، الصدمة اللي غيرت مجرى القضية تماما، ظهرت من تفريغ سجلات المكالمات. المباحث اكتشفت ان في تواصل مش طبيعي ومريب جدا بين الزوجة وبين ابن عم جوزها فايز. مكالمات في اوقات متأخرة في الليل، مكالمات طويلة جدا، والرسائل رايحة جاية. العلاقة دي ما كانتش علاقة قرابة عادية. التحريات اثبتت ان في علاقة عاطفية آثمة بتربط بين الاتنين دول من فترة طويلة. وهنا الصورة بدأت توضح قدام رجال المباحث. احنا مش قدام حالة اختفاء، احنا بنسبة كبيرة قدام جريمة دافعها العشق الممنوع. الزوجة الخاينة والعشيق اللي هو من لحم ودم الضحية قرروا ان وجود الحاج عيد في الدنيا بقى عائق قدام علاقتهم. عايزين يكملوا في الحرام من غير خوف، من غير ما حد يراقبهم، ومن غير ما الزوج يكشفهم في يوم من الأيام. الخطة ما كانتش وليدة اللحظة، دي كانت خطة شيطانية مدروسة عشان يضمنوا إن الجريمة ما تتكشفش أبدا. خطة هدفها مش بس إنهاء حياة الحاج عيد، لأ، دي كمان إخفاء جثته للأبد بطريقة ما حدش يتخيلها. المباحث بعد ما جمعت الأدلة دي، وبعد ما اتأكدوا إن في علاقة بين الاتنين، وبعد ما رصدوا تحركات فايز وهنية، خدوا الإذن بالقبض عليهم. وتم القبض على الزوجة هنية والعشيق فايز. في أوضة التحقيق الجو كان مكهرب. في الأول حاولوا ينكروا، هنية كانت بتعيط وابن العم كان بينكر تماما. لكن لما المباحث واجهتهم بالأدلة، بسجلات المكالمات، بالتناقضات في أقوالهم، وبتحريات دقيقة جدا عن تحركاتهم يوم الحادث، انهاروا. بدأوا يعترفوا، واعترافاتهم كانت أبشع من الخيال. اعترفوا إنهم اتفقوا مع بعض على إنهاء حياة الحاج عيد عشان يفضلهم الجو. اسمعوا السيناريو المرعب ده. يوم 14 مايو العشيق فايز راح اشترى أقراص منومة قوية المفعول، اداها لهنية. هنية اللي المفروض تكون الأمينة على جوزها خدت الأقراص دي وطحنتها ودوبتها في كوباية عصير، وقدمتها لجوزها الحاج عيد بإيديها وكأنها بتقدم له الموت في كاس. الراجل الكبير اللي ما كانش يخطر على باله الغدر ده شرب العصير، وبعد دقايق مفعول المنوم اشتغل وغاب عن الوعي تماما. في اللحظة دي ادت الإشارة لعشيقها فايز اللي دخل البيت ودخل أوضة النوم اللي فيها الحاج عيد، وهما الاتنين اتعاونوا مع بعض عشان يخلصوا عليه. استخدموا قطعة من القماش، شال، ولفوه حوالين رقبته، وفضلوا يضغطوا عليه ويضغطوا لحد ما اتأكدوا ان أنفاسه اتقطعت تماما وانه فارق الحياة. لحد هنا الجريمة بشعة، لكن اللي جاي هو اللي يخلي العقل يشد. هيعملوا ايه بالجثة؟ لو نقلوها برا البيت ممكن حد يشوفهم، ولو رموها في الترعة ممكن تطفو ويكشفوا. فكروا في فكرة شيطانية، انهم يدفنوه جوه البيت. قرروا يدفنوه في نفس الأوضة اللي قتلوه فيها، أوضة نومه. حفروا حفرة عميقة داخل أرضية أوضة النوم. تخيلوا المجهود النفسي والبدني عشان يحفروا قبر جوه بيتهم. وبعد ما حفروا
حطوا جثة الحاج عيد في الحفرة دي، وعشان يضمنوا ان الريحة ما تطلعش وان محدش يكتشف مكان الحفرة جابوا خرسانة واسمنت وصبوها فوق الجثة وساووا الأرضية ورجعوا الفرش مكانه وكأن شيئا لم يكن. جوزها مدفون تحت السرير وهي نامت في الأوضة. بعد كده عاشت فيها أسابيع، أكلت وشربت وهي عارفة إنه تحت رجليها. بعد ما خلصوا جريمتهم بدأت هنية تنفذ الجزء التاني من الخطة، التمثيل. بدأت تسأل عليه قدام الجيران وتتصل ببنتها تقول لها أبوكي مرجعش، لحد ما البنت راحت بلغت الشرطة زي ما حكينا في الأول. بعد الاعترافات التفصيلية دي الشرطة اصطحبت المتهمين للبيت لمسرح الجريمة، وهناك شاوروا على المكان اللي تحت السرير في أوضة النوم. النيابة أمرت بالحفر واستخراج الجثة. المشهد كان صعب جدا. تحت طبقة الأسمنت الجامدة دي لقوا جثة الحاج عيد في نفس المكان اللي عاش فيه سنين عمره، كان هو قبره الأخير. الطب الشرعي أكد إن الوفاة حصلت نتيجة الخنق، ولقوا آثار المنوم في دمه، وده طابق اعترافات المتهمين بالحرف. القضية دي هزت الرأي العام في مصر كلها، مش بس في البحيرة. الناس ما كانتش مصدقة حجم الجحود والخيانة. تمت إحالة هنية وفايز لمحكمة جنايات دمنهور، وفي المحكمة كل الأدلة كانت ضدهم واعترافاتهم كانت سيد الأدلة. يوم 21 نوفمبر 2024 المحكمة قالت كلمتها الأولية: إحالة أوراق الزوجة والعشيق لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم. وفي جلسة النطق بالحكم صدر الحكم العادل: الإعدام شنقا للمتهمين. وحتى لما حاولوا يستأنفوا الحكم، محكمة الاستئناف في 5 مايو 2025 أيدت حكم الإعدام عشان تسدل الستار على واحدة من أفظع الجرائم الأسرية. قصة الحاج عيد مش مجرد حكاية بنحكيها عشان التسلية، دي عبرة بتقول إن مفيش جريمة كاملة، وإن مهما المجرم افتكر إنه ذكي وإنه يقدر يخفي جريمته، بس ربنا لازم يكشف الستر في الوقت المناسب. الخيانة صعبة، بس لما بتيجي من أقرب الناس بتبقى قتلة مرتين، مرة للروح ومرة للثقة في كل حاجة. هنية وفايز دمروا أسرة كاملة ونهوا حياة راجل بريء عشان شهوة مزيفة، وفي الآخر خسروا دنيتهم وآخرتهم.